السلام عليكم صبايا واهلا وسهلا فيكم. اليوم رح نعمل مع بعض عش البلبل بعجينة جاهزة. الطريقة كتير سهلة. اول شي رح نفرد العجين. بتجي بالعلبة 10 قطع. بنفرد العجينة، بندهنها سمنة. انا دهنتها بسمنة الحلوب. ومنلفها على شكل رول، نضغط عليها منيح ومنلفها، وطول ما عم نلفها مندخلها من اطراف لحتى ما تطلع زوايد بهالطريقة. شايفين؟ طبعا اذا انتم بتحبوا القرص كبير قسموها لقسمين، واذا بتحبوا القرص صغير قسموها ل3 اقسام. انا قسمتها ل3 اقسام. رح نعمل وحدة تانية قدامكم. منلف وبنضغط مثل ما انكم شايفين بالفيديو. ومثل ما قلنا اذا بتحبوا حجم القرص كبير قسموها لقسمين. هلا هي العجينة بتجي فيها 10 رقائق، يعني اذا قسمناها 3 اقسام تطلع معنا 30 قرص. راح نحطها بالبراد حوالي ربع ساعة لحتى تجمد معنا العجينة، وبعدين بنشكلها. لبين ما ترتاح معنا العجينة راح نحضر الحشوة. انا هون حطيت 3/4 كيلو لحمة، بس الصراحة صار كتير شوي، يعني يمكن نص كيلو بكفي او اكتر شوي. فرمتلها بصلتين حجم وسط ناعم، فرم ناعم، معلقتين لبن، معلقة طحينة، ومعلقتين سميد بس من معبايات كتير مسح. وحطيت لها فنجان دبس رمان. انتوا اذا بتحبوا دبس رمان اقل او اكتر شي حسب الرغبة. معلقة ملح ومعلقتين صغار بهار. منخلط الحشوة مع بعض. هلا بعد ما طلعنا العجينة من البراد بنفردها اول شي بايدنا بشكل دائري. طبعا بتحسنوا تشكلوا القرص بايدكم، واذا بدكم بالشوبك اسهل. وبعدين بنرقها بالشوبك، بنرقق العجينة بس بنترك لها سماكة شوي على اطراف لحتى وقت نحط الحشوة ما تجي على اطراف وبصير شكلها احلى. شايفين العجينة كتير منيحة ومورقة. طبعا وقت بدك تفردوها بالشوبك ما تضغطوا عليها كتير، ضغطة بسيطة. حطيناها على ورق الزبدة بصينية الفرن، ووزعت اللحمة على كل العجين لحتى يعني تصير اللحمة كويسة، ما ينقص معكم مثلا حشوة او تزيد معكم الحشوة. شايفين صارت الحشوة شوي كتيرة، يعني في ناس بتفضلها هيك اكتر، بس انا بحب العجين تبع العش البلبل. طبعا بتدخلوها على فرن حامي كتير، درجة الحرارة 200، وبتشغلوا الفرن من فوق ومن تحت. بتاخد حوالي ربع ساعة بالفرن او اقل شوي، انتوا بتطلعوا عليها. وهي هيك صار عنا العش البلبل جاهز. ريحته كتير كتير طيبة، ريحة السمنة واللحمة بالفرن كتير طيبة. وشايفين لونه شلون اشقر، وطعمته كتير كتير طيبة. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة، واذا عجبتكم الوصفة لا تنسوني من دعائكم، ولا تنسوا تضغطوا لايك للفيديو وتشتركوا بقناتي اذا لسه ما اشتركتوا، وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل شي جديد. طبعا انا منزله كمان طريقة العش البلبل هون بقناتي على اليوتيوب.